شفت البلاغ اللي متقدم في مسلسل أشغال شقة جدا؟ شكلك ما شفتش حاجة، تعال عشان أقول لك. مسلسل اشغال شقه؟ ايه ده؟ بصوا، انا ما بتفرجش في رمضان على اي مسلسلات، واصلا ما بفتحش التلفزيون، وما عنديش وقت، واليوم بيكر بعضه من شغل البيت لمشغوليات الواحد مش فاضي. لكن زي اي حد بعمل سكرول 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 طول اليوم حرفيا لاي فيديوز بتطلع قدامي، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، ايا كان الابلكيشن انا دخلت عليه فبقضيها سكرول سكرول. فمن السنه اللي فاتت اكتر مقاطع فيديو بقف عندها هي مقاطع مسلسل اشغال شقه. وده لان كانت كل الكوميديا اللي فيه كوميديا الموقف، وكان هشام ماجد بوكر فيس، والناس كلها قعدت تشيد بكوميديا الموقف بتاعته الرهيبه الخياليه اللي خارجه عن المألوف. عملت جزء تاني، ويا ريتكم عملتوا جزء تاني. كل ما اتفرج على اي مقطع لاشغال شقه الكوميديا اللي فيه كلها ايكوال ايحاءات 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 بالجمله بالجمله. نسكرول تاني فوق، بدل رقص، بدل رقص كتير. مسلسلاته كلها بدل، مش بدله ولا اتنين معديين، بدل، وبدل مكشوفه قوي في رمضان. الرقص اللي احنا عمالين نشوفه ده، وبدل الرقص اللي عماله تظهر قدامنا دي في رمضان. معلش، ليه ما يكونش في رقابه خاصه برمضان؟ يعني زي ما في رقابه بتمنع الفاظ مبتذله او بتمنع حاجات معينه او مشاهد جريئه في السينمات، وليها معايير رقابيه، لان كل حاجه ليها سقف. ليه ما يكونش في رمضان السقف اوطى شويه؟ يعني ننزل السقف عليهم شويه. ليه السقف في رمضان مفتوح على البحري كده زيه زي اي شهر عادي؟ ليه؟ بتاخدوا ثواب افطار صائم مثلا؟ فانا قررت ان انا ما عدتش هعمل سكرول تاني، وما عدتش داخله على اي ابلكيشن تاني، واخري اخش اقرا البوستات واطلع. فيه محامي قدم بلاغ للمجلس القومي للمرأة ضد المسلسل، وبيتهم المسلسل بأنه بيروج لقلة الحياة، لا مؤاخذ يعني قلة حياة جماعي والانحلال الأخلاقي، وبيسيء لسمعة المرأة المصرية. غير أن في حلقة جابوا واحدة ست غلطت مع تقريبا 3000 راجل على ما أتذكر، ومش عارفين مين أبوه، بيحاولوا يعملوا DNA علشان يعرفوا مين أبو الواد ده. المحامي قال إزاي تكون صورة الست المصرية بالشكل ده؟ قولوا رأيكم في الكومنتات يا رجالة.